السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي، عايزاكم كده تطمنوني عليكم وتقولوا لي عاملين ايه واخباركم ايه وبتعملوا ايه في الفترة دي. اشرحوا لي كده الشتاء لما دخل علينا والاجواء دي بقيتوا بتعملوا ايه في يومكم؟ روتين يومكم مختلف ولا لا؟ النهارده انا جايه لكم بروتين كده، يوم مختلف شوية عندي. روتين قضيته كله في المطبخ. بصوا زي ما انتم شايفين كده المطبخ عندي مقلوب. انا بدأت كده عملت فطار وفطرنا، بعد كده بقى توكلت على الله ودخلت على المطبخ. كان عندي شويه غسيل، قلت اشغل غساله غسيل كده لحد ايه تشتغل يعني، وقبل ما انا اخلص الحاجات اللي في المطبخ. عايزه اقول لكم بقى اليوم ده كان يوم كامل كامل جوه المطبخ حرفيا، من اول ما صحيت لحد ما دخلت انام بالليل متاخر يعني. كان عندي شويه مواعين محطوطين كده يتصفوا، رحت مدخلاهم في مكانهم. بصوا بقى ما تاخذونيش زي ما بيقولوا على اللعبكه والكركبه اللي في المطبخ. بس تقريبا كان اليوم اللي قبلها ما اشتغلتش خالص في المطبخ، وكنت بقى جايبه شويه حاجات من السوق وكده، فكانت الدنيا بايظه خالص. وكان عندي برضو حاجات عايزه تترتب، قلت بقى ايه اكمل اليوم كله وكمان هعمل الغدا وكده. بدات بس اليوم قلت بقى ايه اي حاجه هتكركب لي المطبخ زياده اخلصها واتخلص منها. كان عندي لبن كده طلعته من الفريزر زي ما شفتوا، حطيته على البوتاجاز يغلي. وكان عندي بقى البتنجان اللي جاي من السوق ده، نضفته كده وقطعته سبته على جنب شويه. قلت ايه قبل ما ادخل حاجه التلاجة صحه كده، انا كنت غسلاها قريب بس كنت عايزه امسحها مسحه من فوق الوش اللي هي نظيفه وكل حاجه، بس بغير كده ريحتها وامسحها لو فيها اي فرافيت من الاكل او العيش او كده. زي ما انتم شايفين بالمنظف الكليم بتاع ماي واي، امسح كده الارفف وامسح المفارش بتاعتها من فوق الوش. يعني دي مش مسحه عميقه ولا حاجه ولا غسله للتلاجة، لا دي مسحه كده من فوق الوش عشان لما ارص الحاجه تانية ابقى ارصها على رواقه ونظافه. لما امسح بفوطه، الفوطه دي كانت ناشفه، كنت بس مجرد ما برش المنظف ده زي ما قلت لكم بيدي ريحه معقمه كده للتلاجة، بتبقى حلوه قوي. بصوا الدرج الاخراني ده بتاع التلاجة انا مخلياه درج البقوليات، يعني حاطه فيه علب حفظ طعام وبرطمانات، اي حاجات بقوليات حطاها فيه. انا بحب الطريقه دي في حفظ البقوليات علشان الحر والاجواء ما تخليهاش تسوس او يحصل فيها اي حاجه يعني. بس خلاص ظبطت التلاجة وبدات ارجع كل حاجه مكانها. قلت برضو ايه امسح كده الفريزر من فوق الوش، ومسحت بقى التلاجة من بره بنفس المعقم ده، بيلمع بقى الازاز بيبقى جميل قوي. بس مسحت هنا كل حاجه. كان اللبن خلاص غلى، طفيت عليه. رجعت بقى للبتنجان اللي انا كنت نضفته ده، حطيت هنا طاسه الزيت على النار تسخن، وبعد كده شطفت البتنجان ونزلت بيه في الزيت. زي ما انتم عارفين انا ده الروتين بتاعي، كل شهر لازم اجيب شويه بتنجان زي دول، خصوصا ان اسعارهم حلوه، وبعمله بقى بتنجان بالدقه. هنا حمرتهم كده وظبطتهم، سبتهم بس يبردوا على يهدوا كده شويه على جنب. وقلت ايه برضو بالمره يعني طالما بقى بنبوظ كل حاجه عشان ننضف مره واحده وما نرجعش نبوظ تاني البوتاجاز. جبت بقى قلت اعمل الغدا، معلقه سمنه في الطاسه، نزلت عليها ببصلايه يدوب دبلت كده شويه، ورحت نازله عليها باللحمه المفرومه. اول ما اللحمه غيرت لونها وبقت كلها لون واحد، رحت نازله عليها بفلفل الوان، فلفل اخضر رومي واصفر واحمر مقطعين قطع صغيره كده، نزلت عليهم وقلبتهم مع بعض. وبعد كده بدات اتبلها ملح وفلفل وبهارات لحمه وشويه حبهان او رشه حبهان بسيطه كده. ما بحبش بصراحه احط بهارات، كنت في الاول بحط بهارات كتير قوي في الاكل، وبعد كده مؤخرا بقى او في الاخر بدات احس ان لا البهارات القليله بتدي طعم احسن وبتبين طعم الاكل يعني. بس هنا بقى كانت اللحمه خلاص اتعصجت معايا، حطيت ميه تغلي على النار وقلت اعمل بشاميل. انا هعمل صينيه بشاميل بيزك قوي، يعني ما فيهاش اي افتكاسات، بطريقه امهاتنا القديمه كده، ما فيهاش اي افتكاسات زي ما بيقولوا. تعمل بشاميل، حطيت معلقتين سمنه وعليهم معلقه او 3 معالق معلقتين سمنه وعليهم 3 معالق من الدقيق. بنقعد بقى نشوح الدقيق كده في السمنه لحد ما يغير لونه برده ويطلع ريحته، يبقى كده ريحته محمصه كده وجميله اهو زي ما واضح كده قدامكم. بنفضل نقلب 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 لحد ما نحس ان الدقيق استوى. يعني البنات برضو اللي لسه اول مره في المطبخ ولسه جداد في المطبخ، مش اول ما بنحط دقيق ونقلبه يبقى خلاص كده، لا نفضل نقلب ونشوح كده لحد ما ريحته تطلع ولونه يتغير. بدات انزل تدريجي كده عليه باللبن اللي عندي، تدريجي واحده واحده. ولو عايزه برضو تحطي لبن على ميه او لبن على شوربه برضو بيطلع حلو. تقلب بقى، اهم حاجه تنزلي باللبن تدريجي وتقلبي كويس قوي عشان ما يكلكع، وقلبي من كل الجوانب. بعد ما خلاص كله ساح كده وتقل في ايديا، بدات احط بقى الملح والفلفل، وحطيت مكعب مرقه دجاج، شويه حبهان خفيفه خالص كده، ولو عندك جوز الطيب حطي على الوش. بس زي ما قلت لكم ارجع واقول لكم تاني، البهارات الكتير ملهاش لازمه، يعني هو ملح وفلفل وشويه حبهان او جوز الطيب خلاص كده. نزلت بقى بالمكرونه في الميه تتسلق، ومجرد ما اتسلقت كده 3/4 سلقه رحت مصفياها. ودي بقى ايه طريقتي ان انا بعملها. بصوا يعني
يعني اهي المكرونه اهي القلم اتسلقت 3/4 سلقه، بنزل عليها بكبشتين حلوين كده من البشاميل اللي انا عملته واقلب كويس، وبعد كده بنزل عليها برضو باللحمه المعصجه اللي عندي، يعني بنص الكمية، يعني تقريبا نص البشاميل ونص اللحمة المعصجة، بقلبهم كلهم في المكرونة كده. انا بحس الطريقة دي حلوة بصراحة، كنت شايفاها من شيف كبير قوي في التلفزيون، فبتحسي بقى ان اللحمة والبشاميل واصل لكل المكرونة، فبتبقى حلوة قوي. انا بقى الطريقة دي بتاعت ماما ربنا يبارك لها، كانت هي اللي قايله لي التركة، ان انا بنحط شوية بقسماط مطحون اللي هو بتاع الفيجيتار او البانيه ده في الارضية، وبعد كده بنحط طبقة من المكرونة، وحطيت اهي عليها طبقة من باقي العصاج اللي عندي او اللحمه المعصجه اللي عندي. نكمل بقيه المكرونه في الطبقه اللي فوق، وننزل بقى بالبشاميل كله، حاجه كده بيزك قوي. انا بحب البشاميل اللي يبقى خفيف، ومش بحب بصراحه بشاميل كتير، يعني انا عموما ما بحبش المكرونه اللي بتبظ بالبشاميل، وما بحبش برضه احط جبن ولا الافتكاسات دي، لا انا بعملها بالطريقه القديمه بتاعت الامهات بتاعتنا كلنا. بس كده هنا بقى اهو زي ما قلت لكم، هنزل بقى بالبشاميل يغطيها واسيبها بقى ترتاح شويه، واجي احطها الفرن. اتبقى هنا عندي في الحله شويه مكرونه، على حطيت عليهم بقيه البشاميل اللي عندي وعملتهم في طاجن كده صغير خالص. هنا بقى البتنجان كنت حشيته اهو، انا كنت عملته معاكم في فيديو قبل كده، وخلصنا كده البتنجان وخلصنا كده المكرونه، يا دوب هنحطها في الفرن برضو، ونرجع بقى نكمل المطبخ بتاعنا. كان عندنا بقى مواعين كتير قوي قوي قوي، مكان بقى الغدا ومكان الفطار، يعني شويه مواعين كده حلوين. ندخل بقى عليهم كده بسم الله ونبدا. حاولت اسرع بقى الخطوه دي وانجزها كده معاكم، يعني غسيل مواعين طبيعي زي اي غسيل مواعين، كلنا بنعرف نغسل المواعين بفضل الله. وادينا بقى ايه خلاص كده غسلناهم وحطيتهم برضو على الفوطه كده يتصفوا قبل ما نشيلهم، ورحت ماسحه الحوض وغسلاه كده برضو بالليفه، وغسلت ومسحت الرخامه حواليه واي بواقي بقى صابون، كان تمام. الغساله كانت خلصت الغسيل، قلت اطلعه برضو انشره بسرعه. بصوا يعني حاولوا كده طالما بقى واقفين في المطبخ، يعني ما تبقاش ايد واحده شغاله، لا كل حاجه تشتغل في نفس الوقت. النار شغاله على حاجه، الغساله شغاله على الغسيل، انت بتغسلي المواعين او بتروقي كده، يعني عشان ننجز كده وقفتنا في المطبخ، ما نبقوش طول النهار واقفين وفي الاخر ما انجزناش حاجه. فلا، اللي نعرف نخليه يعني يفضل شغال كده لوحده، وخصوصا الاجهزه الكهربائيه، لحد ما احنا نخلص الحاجه اللي بنعملها، يكون احسن واوفر في الوقت. بس كده. اللي وصل معايا لحد هنا من الفيديو، انزلي حطي كده الاشتراك بتاعك تحت القناه، وسيبي لي كومنت حلو، واعملي لايك وشير عشان كل احبابك يتفرجوا معانا. عايزين نكبر القناه كده مع بعض، وما تنسيش الخطوات دي، يعني بتفرحوني قوي والله لما بلاقي كومنتات منكم وتعليقات تحت الفيديو، ببقى مبسوطه يعني بتفاعلكم معايا. فشجعوني كده وتشجعوا انتوا كمان، واعملوا اللايك والاشتراك، وبعد ما تخلصي الفيديو قومي شوفي اللي وراكي على طول. هنا بقى ايه، دخلت على مرحلة تانية. كان عندي كده كام دولاب عايز يتنظم. بصوا بصراحة انا المطبخ بتاعي او دواليب المطبخ بتاعتي اخر فترة كده بقت عملية زيادة عن اللازم، يعني بقيت مش مهتمة بالتنظيم، يعني قصدي مش مهتمة بشكل الحاجة ان هي تبقى شكلها حلو او رصتها حلوة، على قد ما انا بهتم اكتر ان الحاجة تبقى تحت ايديا، الحاجة سهلة وصولي ليها بسرعة، مش مهم شكلها ايه، المهم او مش مهم رصتها ايه، طبعا بتبقى منظمة وكل حاجة، بس قصدي مش مهم الرصة ايه. يعني مثلا اطقم الحلة اللي بستخدمها مش لازم تبقى كلها في نفس الدولاب، لا اللي بستخدمه هو اللي قريب من ايدي والباقي شايلاه بعيد شويه، فاهمين قصدي ايه. فكان عندي بقى كام رف دولاب كده عايزين يتنظموا، يعني شايفين الرف ده، دي حلل كده بستخدمها بسيط قوي، فمخلياها جوه قوي في الرف ده واسع، بس الصواني اللي في الجنب دي لا، الصواني دي بستخدمها على طول، فبحطها في الجنب كده عشان تبقى تحت ايديا بسرعه. برضو شويه البلاستيكات والحاجات دي، الرف اصلا اللي تحت الارض ده بعيد عن ايدي، او لازم انزل تحت او اقعد في الارض علشان اجيب الحاجه من جوه، فلا خليه زي دولاب خزين كده، حاطه فيه الحاجات اللي بستخدمها على فترات كبيره قوي، شويه بلاستيكات شويه رفايع كده حطاها في العلب. شفتوا برضو ورق الفويل، البلاستيكات الكبيره دي، القطعه بتاعه العجين، اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها على مراحل واسعه. يعني الحلل اللي فوق دي مش بستخدمها كتير بصراحه، لا الصواني زي ما قلت لكم هي اللي بستخدمها اكتر حاجه. المهم عندي تبقى دواليب منظمه وخلاص. شايفين بقى الرف ده او الدولاب ده بتاع البلاستيكات، عايزه اقول لكم ممكن يترتب 30 مره في اليوم والله العظيم، كل ما رتبه ربنا يبارك في ابني، يعني يجي جاي شددهولي كله على الارض. وانا بصراحه يعني مخلياه كده كله البلاستيكات عشان هو يلعب فيه براحته، مش مهم يلعب ربنا يبارك يعني، ومش مهم يبوظ وانا برتب وراه. بس حاطه بقى البلاستيكات دي كلها هنا اهو، دلوقتي قلت ارتبها. عايزه اقول لكم برضه في نفس الوقت كانت اتشدت وايه وقعت في الارض كلها، بس مش مشكله يلا. بس هنا برضه ايه، مسحت كده الدولاب ده ورصيت فيه العلب كده، ورصيت فيه الاطباق البلاستيك دي، وحاطه في الدور اللي تحت دي صواني كده برضه بستخدمها على فترات كبيره، بس بستخدمها. وحاطه برضه ايه العلبه بتاعه الرز
وصفايه الرز الاتنين فوق بعض. هنزل برضو امسحهم دلوقتي واظبطهم بسرعه واعدل كده. هو ده بقى اللي انا قصدي عليه. يعني انا بقول لكم كل حد يقول لي حطي البلاستيكات كلها في دولاب واحد، اللي بتستخدميه واللي مش بتستخدميه، او حطي مثلا الرز في دولاب الخزين، او لا، انا حاطه الحاجه حسب استخدامي انا، حسب وقفتي انا مستسهل الرز وهو في المكان ده، انا بستسهل البلاستيكات دي وهي في المكان ده. البلاستيكات اللي مش بستخدمها خليها في الرف اللي تحت اللي مش بستخدمه كتير، الحلل اللي مش بستخدمها خليها جوه، والحلل والصواني خليها بره كده، يعني فاهمين قصدي. فانا يعني مؤخرا بقيت عمليه زياده عن اللازم بصراحه. في الاول كنت مهتمه قوي بالرصه ومش عايزه ابوظ رصه الجواز ورصه الفرح بتاعي والكلام من ده. بس كده خلصت بقى الدولاب ده. فتحت بقى دولاب الحلل والطاسات، وكنت برضو امسح كده، روق الحاجه اللي عايزه تتروق روقتها، ومسحت برضو الرف اللي تحت ده حاطه فيه الطاسات بتاعتي والجريل وكده. بصي خلينا متفقين ان احنا عايزين نجيب مفارش جديده للمطبخ ده. بصراحه اللي عندي دول اتهلكوا جامد، وعايزه اجيب رول مفارش كده وارص المطبخ ده بقى من الاول خالص، وارص فيه المفارش الجديده باذن الله. فهنحطها في الخطه كده، وانتظروني بقى لما اجيب الجديد هنزل معاكم الدواليب دي كلها. جيت برضو على الجنب بقى التاني بتاع البوتاجاز والحوض، كان في الستاند ده بتاع الزيت والازاز والخل والحاجات من دي، برضو طلعته فكيته زي ما شايفين. انا كنت غسلاه قريب في التنظيفه اللي قريبه، غسلاه بالباور وكده، بس قلت امسح بالفوطه المبلوله الجانب اللي جوه. غسلت البلاستيكه بتاعته اللي تحت خالص اللي هي الارضيه دي، غسلتها ورص حطيتها تاني، وقلت ارص الحاجات اللي موجوده بطريقه حلوه. والجنب بقى بتاع المطبقيه، الطبق اللي تحت اللي هو الصفايه اللي بينزل عليه بواقي الميه والتصفيه وكده، انا كده بحط الاطباق والكوبايات والحاجه في المطبقيه بتكون ناشفه، ما يمنعش يعني ان احنا ننزلها ونمسحها من التراب او اي بواقي نزلت عليها. واخر حاجه عندي جوه المطبخ ان انا جبت على الجنب ده في دخلة الباب كده ومفتوح زي ما انتم شايفين، بابا حاطه بقى فيه الادويه اللي بناخدها، اي فيتامينات، اي ادويه تحت ايديا، كريم الايد بتاعي، كلام من ده، بابا حطهم تحت ايديا كده عشان يبقوا قريبين مني. وطبعا بيتهلك برضو فمسحته كده. بقى اكون خلصت المطبخ كله، والحمد لله. الفوط دي غسلتها حطيتها كده بس لحد ما تنشف، وكنست المطبخ وكان المطبخ اتروق. عايزه اقول لكم انا بصور لكم المقطع ده كان والله الساعه 12 بالليل. خلصت بقى المطبخ كله الحمد لله. الواحد بقى يحس برواقه كده وروقان. والمطبخ ده عموما عندنا كلنا يعني اعتقد ما بيبقاش متروق كده بسهوله، يعني طول اليوم قلت برضو اوريكم صينيه المكرونه بالبشاميل اللي بعد ما طلعت من الفرن. كنت عامله صينيه صغيره كده عشان نخلصها في نفس اليوم، صينيه صغننه قوي بس برضو ما خلصتش في نفس اليوم واتبقى منها. بصوا كانت طالعه عامله ازاي. طبعا احنا اكلنا في وسط اليوم، بس انا حطيت لكم المقطع ده في الاخر. بصوا بتطلع بقى، انا بحب المكرونه تبقى ماسكه نفسها كده الحته بحته، ما تبقاش جوسي كده وسايحه في بعضها. بس واكلناها مع شيبسي ومخلل وبالهنا والشفا. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، وانتظروني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. هيبقى فكره كده خفيفه وسريعه، انتظروها. وما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك وتسيبوا كومنت تحت الفيديو. ويلا مع السلامه.